أهلا بيكم. لو حاسين إن الشغف بدأ يختفي والمذاكرة بقت حمل تقيل قوي، يبقى الكلام ده ليكم. النهاردة هنشوف مع بعض شوية خطوات عملية عشان نعدي فترة الفتور الصعبة دي ونرجع تاني لمستوانا. يلا بينا. الإحساس ده عارفينه كويس مش كده؟ إن الدقيقة قدام الكتاب بتعدي كأنها ساعة بالظبط، وكل شوية نقول خلاص هبدأ أهو ونلاقي نفسنا بنبص في السقف أو بنقفل الكتاب تاني. لو ده بيحصل اطمنوا، دي مشكلة شائعة جدا وليها حلول. خطتنا واضحة ومتقسمة ل5 أجزاء. الأول لازم نفهم أصل الإرهاق ده إيه، بعدين هنجدد طرق المذاكرة بتاعتنا، بعدها هنتعلم إزاي نسيطر على وقتنا وتركيزنا، وهنتكلم عن الأدوات اللي ممكن تسهل علينا الدنيا، وفي الآخر هنشوف العقلية اللي محتاجينها عشان نكمل. أول نقطة ودي يمكن أهم حاجة في الموضوع كله، الإحساس اللي بنحسه ده مش فشل مننا خالص أبداً. دي استجابة طبيعية ومتوقعة جدا من المخ لما بيتحط تحت ضغط وتكرار لفترة طويلة. يعني المشكلة مش في قدراتنا، المشكلة في طريقة تفاعل مخنا مع المذاكرة. ودي ببساطة المعادلة اللي بتقتل أي حافز عندنا. لما الملل يجتمع مع التكرار بنفس الطريقة كل يوم ونضيف عليهم بقى المشتتات اللي في كل حتة، النتيجة الحتمية هي إن أي دافع للمذاكرة بيموت. بس الخبر الحلو إن طالما فهمنا المعادلة دي يبقى نقدر نكسرها. وعشان نطمن أكتر لازم نعرف إن كل طالب شاطر ومتفوق، أيوة كل طالب بيمر بالمرحلة دي، مرحلة الشغف بيقل فيها والمذاكرة بتبقى حمل والمخ بيبدأ يدور على أي حاجة تانية يعملها. دي مش علامة ضعف أبدا، دي جزء طبيعي من أي رحلة طويلة ومتعبة. طيب فهمنا المشكلة، الحل بقى فين؟ الحل بيبدأ بتغيير الطريقة اللي المخ نفسه بيتعامل بيها مع المادة. يعني جه الوقت اللي لازم نجدد فيه أساليب المذاكرة بتاعتنا. بدل الطريقة التقليدية السلبية اللي هي نقعد ساكتين ونفضل نبص في الكتاب واللي بتخلي العقل يسرح كل 5 دقايق، لا، خلينا نجرب الطريقة النشطة. يعني نقوم نتمشى في الأوضة وإحنا ماسكين الكتاب ونشرح المنهج لنفسنا بصوت عالي كأننا بنشرح لواحد صاحبنا. الحركة والشرح بصوت عالي بيجبروا المخ إنه يفضل صاحي ومندمج. نيجي بقى للنقطة التانية والمهمة جدا، وهي السيطرة على جدولنا والبيئة اللي حوالينا. التحكم في الوقت والقضاء على المشتتات هو مفتاح الإنجاز الحقيقي في الفترة دي. بدل ما نفكر في المنهج كله اللي لسه ورانا ده بيعمل شلل، خلينا نركز على مهام يومية صغيرة ومحددة. نجيب نوتة ونكتب فيها مهام النهاردة، ويبقى كل هدفنا في اليوم هو إننا نحط علامة صح جنب كل مهمة خلصت. ده بيقلل الإحساس بالضغط وبيدينا وقت للراحة أو نمارس هواية بنحبها من غير أي إحساس بالذنب. لما الضغط بيزيد المخ بيميل إنه يهرب. عشان نتحايل عليه ممكن نستخدم قاعدة بسيطة زي دي: نذاكر ساعة كاملة بتركيز وبعدها ناخد 5 دقايق راحة بالظبط. ممكن كمان نبدأ يومنا بدري جدا، يعني مثلا الساعة 6 الصبح. ده بيساعد ننجز كمية كبيرة واليوم لسه في أوله وبيقلل التوتر. وصلنا لأكبر عدو للتركيز في عصرنا، الموبايل. إشعار واحد بس كفيل يضيع ساعة كاملة من التركيز. الحل هنا لازم يكون حاسم وصارم. الموبايل لازم يخرج بره أوضة المذاكرة تماما. طيب لو بنذاكر من عليه، ممكن نستخدم موبايل حد من أهلنا وننزل عليه بس التطبيقات والمواقع التعليمية اللي محتاجينها وبس. ودلوقتي خلينا نتكلم عن إزاي نشتغل بذكاء أكتر مش بس بمجهود أكبر. استخدام الأدوات الصح بيفرق جدا في كفاءة المذاكرة وفي الفهم كمان. في أدوات مساعدة فعالة جدا، زي مثلا الخرائط الذهنية اللي بتلخص فصول كاملة في كام ورقة بشكل منظم يسهل استيعابه. كمان المصادر المجمعة زي الكتب اللي بتجمع أسئلة من مصادر كتير عشان نتدرب. وكمان المجموعات التفاعلية زي جروبات التليجرام اللي بتركز على الأسئلة الصعبة. دي بتخلق جو حماسي ومحفز. بعد كل التكتيكات والخطوات العملية دي نوصل لأهم حاجة خالص، العقلية. لازم نبقى فاهمين إن الرحلة دي ماراثون طويل مش سباق 100 متر. الاستمرارية والنفس الطويل هما اللي بيوصلوا لخط النهاية. والمقولة دي بتلخص كل حاجة. إنك تحس بالملل ده طبيعي، وإنك تفقد شغفك ده طبيعي. اللي مش طبيعي أبدا هو إنك تستسلم وتقعد. مجرد الاعتراف بصعوبة المرحلة هو أول خطوة عشان نتجاوزها. من أكبر الأخطاء اللي بنعملها إننا نبص على خط النهاية وإحنا لسه في أول الطريق. ده بيعمل إحساس بالشلل والعجز. الصح هو إننا نركز على الخطوة اللي إحنا فيها وبس، صفحة بصفحة، فصل بفصل، خطوة بخطوة. وبكده السؤال الأخير والمهم مش هو إزاي هخلص المنهج ده كله، لكن السؤال هو إيه هي الصفحة الواحدة اللي هتخلصها النهاردة. البداية الحقيقية بتبدأ من هنا.